إلى آخر الكلام، إلى أن جاء الإمام الشهير الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، وهو حنبلي شهير، وهو في الحقيقة من أعاد ترتيب وتنظيم المذهب الحنبلي فقها وعقائدا، ومن حيث العقائد ومن حيثيات كثيرة جدا، وهو واعظ شهير ومكانته لا تنكر. قال في كتابه الشهير دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في بداية هذا الكتاب، قال: ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد، وصاحبه القاضي أبو يعلى، وابن الزاغوني، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فزعموا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات، وعينين وفما ولهوات وأضراس وأضواء لوجهه هي السبحات، ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس، وقالوا يجوز أن يمس ويمس ويدني العبد من ذاته، وقال بعضهم ويتنفس، ثم إنهم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل، ثم بعد ذلك كله يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف. ذكرنا لكم في أول هذا الكلام أن القاضي أبا يعلى كان يقول من أول كتابه إلى آخره بنفي الحد والجهة والأبعاد ونحو ذلك، ولكنه في مقابل ذلك كان يثبت كل ما ذكر، ثم يقول لا على ما نعقل بلا كيف بلا كيف. إذن الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، إثبات اليد والساق والرأس والصدر والحقو والأصابع والقرب والبعد وإلى غير ذلك، ثم يقول بلا حد ولا جوارح ولا يعني حلول حوادث ونحو ذلك، ثم يقول أيضا لا كما نعقل. إيش يعني؟ ما هو الحاصل من ذلك؟ طب لماذا أنت تثبت ذلك كله حتى لو جاء في حديث موضوع؟ كثير من الأحاديث التي اعتمد عليها القاضي أبو يعلى في كتابه هذا أحاديث موضوعة، وكثير منها جدا ضعيفة، والقليل منها صحيح، لكنه في الصحيح أفسد معاني الصحيح، لأن المعاني الكلية التي هي ثابتة في ذهنه كانت مأخوذة من كل هذه العقيدة التي سنرى أنها في الحقيقة ليست بنتا إيش يعني بنتا طارئة، يعني فريدة طارئة لهذا القاضي ولا لمن قبله ولا لمن بعده، بل هي عبارة عن إيش؟ مذاهب متسلسلة، مذاهب. وهذا الذي يعثر على كثير من المسلمين أن يتصوروه، أن يعقلوه. يعثر عليهم أن يعقلوا أن هناك مذاهب، كما أن هناك مذهب للأشاعرة، هناك مذهب للمعتزلة، هناك مذهب للشيعة، هناك مذهب للإسماعيلية. لماذا يعثر علينا أيها الإخوة الأفاضل عند المجسمة أن نعقل أن هناك مذهب اسمه مذهب التجسيم؟ هناك مذهب. لماذا يسهل علينا أن نتصور مذهب للأشاعرة، مذهب للمعتزلة، مذهب للإسماعيلية، مذهب للزنادقة، مذهب للفلاسفة، ثم عند المجسمة نقول لا يوجد هناك مذهب للتجسيم؟ هذه عبارة عن إشاعة، مع أن كل من ألف في الفرق ذكروا مذاهب التجسيم كلهم. هل هؤلاء كلهم كذابون؟ هل هؤلاء كلهم يفترون؟ هل هؤلاء الذين ألفوا في كتب الفرق كلهم غيرون يعني من هؤلاء المجسمة، يعني بحيث أنهم ينسبون إليهم ما لم يقولوا؟ فلذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله ألف هذا الكتاب الذي ذكرنا لكم اسمه، وهو كتاب مشهور سماه بدفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. قال: ولما علم بكتاب هذا جماعة من الجهال لم يعجبهم، لأنهم ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة الإمام ابن الجوزي على أن فعلا مذهب التجسيم كان فيه نوع انتشار خصوصا بين هذه الطائفة، بحيث أنهم استغربوا من كلام ابن الجوزي عندما قال لهم هذا تجسيم، وليس هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا مذهب أهل السنة، فضلا عن يكون مذهب السلف من الصحابة والتابعين. قلت: ليس مذهبكم ولا مذهب من قلدتم من أشياخكم. هذا الذي أقوله في دفع شبه التشبيه، هذا في الحقيقة ليس مذهبكم ولا مذهب من قلدتم من أشياخكم، ولكنه مذهب علماء أهل السنة.
هو فعلا ليس مذهبكم، ليس هو المذهب الذي تعرفونه، لأنكم أخذتم عن أشياخكم الذين تلبسوا بهذا المذهب. هو أنا معكم في هذا، ولكنه في الحقيقة مذهب الأئمة العظام مثل الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام مالك وغيرهم من عظماء المسلمين. قال: ليس مذهبكم ولا مذهب من قلدتم من أشياخكم، فقد نزهت مذهب الإمام أحمد ونفيت عنه كذب المنقولات وهذيان المقولات غير مقلد فيما أعتقده، إلى آخر كلامه. إذن هو يعرف الإشكالية التي هو يعني وقع فيها، أن هناك بعض الناس الذين هم منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من حيث الفقه، ينسبون لهذا الإمام الجليل أنه وقع في التجسيم أو نحو ذلك، يعني إما صراحة أو يعني بما هو يفهم من العبارات. ولكن الإمام ابن الجوزي يدرك تماما أن هذا الأمر ليس صحيحا، وهكذا يدرك أغلب علماء أهل السنة والجماعة من باقي المذاهب الفقهية الشافعية والأحناف والمالكية ما أدركه ابن الجوزي الحنبلي من هذه الإشكالية الحقيقية. إذن هناك أيها الإخوة الأفاضل إشكالية لا يمكن أن تحل هذه الإشكالية بأن نقول لا يوجد مجسم. لا، بل يوجد مجسم. لا يمكن أن تحل هذه الإشكالية بأن نقول لا يوجد معتزلة أو لا يوجد زنادقة أو لا يوجد شيعة أو لا يوجد أشاعرة، لا يوجد كهؤلاء كلهم. لا يمكن أن تحل مشكلة الإلحاد في هذا العصر بأن يقول المسلمون في خير والعقائد مستقرة ولا يوجد إلحاد ولا يوجد تشكيك للمسلمين في عقائدهم وأصول دينهم وفي أحكام شرعية قطعية ثبتت في الدين. المسائل لا تحل بأن نقول لا يوجد مشكلة والمشكلة موجودة في واقع الأمر. يعني نكون كالنعامة التي تضع رأسها في حفرة وتترك جسدها إيش؟ يعني مكشوفا لكل عين. واضح إن شاء الله. بل المشكلة تحل عندما نعترف بوجود المشكلة ثم نتعامل معها على أساس حقيقي. كيف نحل هذه الإشكالية؟ إما أن يكون كلامهم صحيحا أو يكون كلامنا صحيحا، ونبذل جهدنا وطاقتنا في بيان ما هو الحق بحسب ما نحن مكلفون به، بحسب ما نحن مكلفون. هذه منهجية، لظاهر الأمر منهجية، لكن إذا كانت منهجية فاثبت عليها يا أخي، التزم بها، ما تنطنط. مش مرة تحكي لي بلا كيف وبلا حد وبلا أبعاد وبكذا، وبعدين بتقول لي لأن أحمد قال، واستنتاجا الإمام أحمد رحمه الله لم يقل جهة ولم يقل حد ولم يقل حلول حوادث الذات الإلهية. أنتم الذين قلتم ذلك. إذن صدق الإمام الكبير ابن الجوزي عندما قال إنكم شوهتم مذهب الإمام أحمد ونسبتم إليه ما لم يقله. صدق ورب الكعبة عندما قال ذلك. كلام صحيح ولا لا مش صحيح؟